هو ليه الدكتور بيقول لك ما تاكلش ولا تشرب قبل العملية ب8 ساعات؟ وإيه المشكلة يعني لو خدت لقمة صغيرة أو شربت شوية مَيّة قبل العملية؟ أنت لمّا بتاكل أو تشرب المعدة بتبدأ تشتغل وتطلّع العصارات بتاعتها وتتحرك عشان تحرّك الأكل منها للأمعاء، بس أنت لمّا تدخل غرفة العمليات الدكتور بيخدّرك، والتخدير ده بيوقّف ردود أفعالك الطبيعية، ما فيش كُحّة، ما فيش بلع، ما فيش تحكُّم في الحنجرة، وهنا ممكن تحصل المشكلة الحقيقية، لو المعدة فيها أكل وشرب بمجرد إنك تتخدّر الأكل ده ممكن يرجع من المعدة ويدخل القصبة الهوائية، وده يسبب حالة خطيرة جدًا اسمها الaspiration pneumonia أو الالتهاب الرئوي والاستسقاء. طب ليه 8 ساعات؟ لأن الدراسات بتقول إن الفترة دي هي اللي بتخلّينا نتأكد إن المعدة فاضية تمامًا من الأكل، حتى لو الأكل ده كان فيه بروتين أو دهون، بس السوائل الخفيفة ممكن نوقّفها قبل العملية ب3، 4 ساعات عندي. طب لو العملية مستعجلة، مثلًا واحد عامل حادثة وجاي داخل على العملية على طول، ده الدكتور بيحسبها على حسب المخاطرة، وبيستخدم أنواع تخدير معيّنة ويحاول يحمي مجرى التنفس بأنبوبة خاصة، فالموضوع مش هزار، الصيام قبل العملية ده تأمين على الحياة. أنا الدكتور محمد العزيز، وخلّي بالك من صحتك لأنها أغلى حاجة